أنا الجوكر، والجوكر ورقة تقوم مقام أي ورقة أخرى في ورق اللعب. عندما كنت طفلا لم أكن أحب الملابس. كانت أمي كلما تغير لي ملابسي تلاحظ تغير طباعي وتصرفاتي مع كل ملابس كنت ألبسها. لدي موهبة خارقة، أو كما يسميها البعض معجزة، أو ما يفوق الخيال، ولا يصدقها إنسان. الملابس قد تتغير وتتبدل وتتسخ وتتمزق وتذهب ألوانها، ولكن نبقى نحن من نختار ومن نلبس ومن نقرر. يا جوكر، جوكر، يا جوكر، الله يعينني عليك. لو أنا سميتك يك ولا بنت ولا ولد ولا شيبة إنه أفضل. جوكر، ها هما هابة كده أنا أمك. ماشي هو غربين أدلعكم يابا. هيا أحسن، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ما شاء الله والدلع، ما من هذا الدلع تكيش دلعني. تمام، حاضر يابا. جيش أكلمك في موضوع. يا الله، الموضوع كل مرة نفس الشريط. أكلمك بحاجة وتسمعها. تمام، حاضر يابا حاضر. ممنوع تساير أصحاب السوء، ممنوع تخرج من البيت وترجع متأخر، ممنوع تاكل من أكل الشوارع، ممنوع تشرب وانت واقف، ممنوع تلعب بالسلاح، ممنوع تضيع وقتك بالجوال، ممنوع تدخل. ممنوع تقلدني. حاضر يابا حاضر. أو نمسي يبني ساعة هذا أمان كان عي مصك مصوص ويابا يحنجن نمسي من لغاجتك بعد عيكون يجي يومية. النمسي هذا خطير بار، كان نمسي أنا وطار. اسمع دحين يا ابني. حاضر يابا. يلا شاسير العمل، وانت الكلام اللي كلمتك به تسمعه وتنفذه. تمام. حاضر يابا. مش تدخل من هنا وتخرج من هنا. عيني. يلا نمسي ثاني. خلاص. كتر. ليش أبيبي يعاملني هكذا؟ ليش أبيبي يمنعني؟ ليش الآباء كلهم يفعلوا بابنائهم هكذا؟ ليش بيعاملوا مساء الأطفال؟ وابته. أنا أقول لك ليش يا ابني؟ لأنه أحبك وأخاف عليك أكثر من نفسي، ولأن الآباء لهم تجربة في الحياة أكثر من الأبناء، وعمر الآباء ما يمنعوا أبنائهم إلا لمصلحتهم، وما يمنعوهم من شيء إلا خوفا وحبا عليهم. ومهما كبر الابن يظل الأب يشوفه ابنه وفلذة كبده والروح الجميلة اللي من روحه. ما بصحى يا ابني. غير قلت بكن أمي تكوي له الثوب. تلقى التلفون حقي نسيته. بشر هذا. كما أنت بتكسر الكلام اللي قلت لك عليه. حاضر يابا ولا تخاف. أو بالنمسي. لا ما بش نمسي ولا بهشي يابا، الله يحفظك. أنا فهمت خوفك علي وتعليماتك لي ونصايحك. أنا بتكلم من صدق؟ أيوة يابا، شيء كذبت علي. أنت بتكذب علي يوميا. هذه المرة من صدق والله يابا. أنا عشت مشاعرك وعرفت ما في داخلك، وأنا في دارك يا أحسن أب بالدنيا. وأنت أحسن ابن في العالم. أمانة أنت أحسن أب بالعالم. وأنت أحسن ابن في الكون والكواكب والمجرات. وأنت أحسن أب في الأرض والمريخ وزحل وكوكب زمردة. من زمردة هذا؟ مرتك الجديدة. اسكت.
لا تسمعك أمك وبعدها تصدق يا كلب. والكلب وفي. اي والله يا ابني، ريت والله والرجال اوفياء مثل الكلاب. خاطرك. الله يفتح عليك. وانت ما بتشعل انا في غرفتي؟ مش قلت لك اكو بالثاو باش اديه لاميتك وين؟ طيب سر عند امك تكوي، ما جالس تشعلها انا. يلا ما جاي. جوكر جوكر جوكر، افتح افتح، انا ابن خالتك اللي تفكرني يا هبل. جوكر اهلا بخالتي الهبل، باليمين يا هبل. صح، هبل من الله. بابن احسن خالي الافضل. حرجتني يا هبل. هبل دائما تهلبلني. بالعين انت جوكر او متذكر شخصيتك. بعدين تزعل لما اقول لك يا هبل. اصلا ما حد عرفت لك الا انا. انت تلبس ملابس وتتغير وتتذكر. صح لما نسمع مني هبل تفضحني. ما حد سمع. اسكت. الحين اسمعني، انا جيت لك في موضوع مهم جدا جدا. ها ايش الموضوع؟ موضوع يا قلبي. ماله قلبك؟ حكيم. ايوه ادخل داخل، ادخل الجامع داخل. الله ايش بنت خالتك؟ ادخل. بنت خالتي؟ صح يلا. بس امانه كيف الصندل؟ هو صندله هبل تعلي لابسه. سير غيره. ايش تغير؟ ادخل انا في دارك. ادخل. والله طلعت حبيبي يا سعيد، وانا لا هبل لي ولا انا داري بشيء. قلت هبل نفسك، انت الهبل، ما تقولش تقول لي انا هبل. بس امانه لا تحاكي حد ولا تحددنيش. طيب اسمع مش وقتك الان. قل لي من هي، يمكن اطلع اعرفها ولا شيء، ولا تعرفني ولا ما تعرفهاش. ماشي، شوف، هي قالت لي يعني نشتي نلتقي ونجتمع مع بعض، وانا قلت ممنوعين لا. ابن خالي الغالي صديقي الحالي جوكر حاكي، وهو يقول لي ايش اعمل. طيب انا اقول لك ايش تعمل يا هبال. لقيتها. ايش؟ تقول لها تمام نلتقي، وشايجي ليش انا وصاحبي. منو صاحبي؟ انا. وانت ابن خالي؟ هو انا ابن خالك صاحبه؟ انت عجيب ابن خالي ولا صاحبي؟ انا بجي انت وانا انت الجن سير الجن. اسمع الحين مش وقتك. تقول لها شايجي ليش انا وصاحبي عشان تطمني وما يكونش الشيطان خالفنا. يعني انت عجيب بدل الشيطان. قوم خرج. هو الشيطان بنفسه ما يزعل هكذا. يا الله راسي. فهمت. مش انا هبل، انا فهمت. انا اقول لها انا عجي، انا وابن خالي بن خالتي بن صاحبي، انا وانت انا وانت ونلتقي بها. بس شو الصدق؟ انا خايف. من ايش خايف يا هبل؟ من ايش خايف؟ انا متوتر. توتر ليش؟ اصلا احنا عيال الناس، وهي عيال نمسوجة. يوه، يعني ضروري نقرا الاذكار. ليش وانت حافظ لهن؟ انا حافظ بعد دخول الحمام. يا الله غفرانك. قم خرج. دي صندل هاقي سك. معلش تأخرت عليك، كانت زحمة شوية في الطريق. كنت تركبي متر. اهلا وسهلا، ايش طلباتكم؟ ادي لنا واحد رقيه بالاذكار. عصا ما دخلناش مركز رقية لخراج الجن. عصا انت قلت جه. احنا في مكان مخصوص. لو سمحت يا اخي ادري نشتي واحد بن مخمخ. بن ايش يا بنين؟ نزلي من كل حاجة موجود معاكم، نزلي سكريم، نزلي حلويات، نزلي سكريم، من كل شيء موجود معاكم نزلي. اي شيء موجود معاكم، ما تخليش حاجة نزلي. وعلى حساب من؟ على حساب الحب والسعادة. سعيد. انا صايم. عفوا ربشتوني، يعني ايش طلبكم بالتحديد؟ يعني ادي بن ولا ادي تمر للصايم ولا ايش بن الله يحفظك. بن خير طبعا. اوكي، حنن لكم دقائق بس وارجع لكم. طيب عن انفك. جلس بن. انا مانيش داري على ايش حبتك يا هبل. على هبالتي. انت بتحسدني صح؟ حسد على حالاتك ولا هبالتك.
بس أمانة كيف هي؟ خالية صح؟ أنت حبيتها حتى أنت صح؟ أحسن شيء إنها نست شيء من ملابسها. خليني الآن أقوم أعرف إيش نيتها وإيش شخصيتها. يا ليتني شنطتك الدفاتر، بالصبح ندرس والعشية نذاكر، مساء التفاح رقمك نقدر ارتاح، صباح العنبر ممكن الننبر، مساء التوت رقمك ولا موت. أدي لكم رقمي أنا. يا حلاوتهم. أرزاق. أرزاق هذه اسم أمها، وش اسمها؟ رزق الملاح للرباح. هو قصده يعني الرباح معناه ربحي، يعني ربحي يعني القد القد. هذا غراء. ما يجيبك بهذا اللهبال. حتى أنت شكله علمك جوكر تقول لي هبل صح؟ ما بتدوروا. هي أيوة قومي ربي، ما هو اللي بيتحرش رجال الناس. ملطم حامي صح. اللي لطمتني بنت. ايوه هي بنت. وهذا منو؟ قبل الملطم بنت، بعد الملطم ولا انا والله ما لي علم. وجب علينا الحرب. يلا رقمي لا مع رقمك لا معي الله. الله عليك يا جوكر البطل. أيوة والله لا هم بالصندل. بس عاد جديد صح. ايش في ايش حصل؟ اللي حصل إن إحنا عرفنا حقيقة احتيالك العاطفي على الأهبل هذا. ما توقعت تستغلي مشاعري، تحوليني لسلعة، تخليني أشتري مشاعرك. ما توقعت المشاعر تشترى، وإنه أرسل لك وأدفع لك مقابل المال والاهتمام والحب كل ليلة. باقي هذا حرام. جوكر. انت اللي كنت الدور الرئيسي واللي جوكر. جوكر مالك؟ بس انا انك شاروخان. انت بتصير بيمثلوا. بيمثلوا. أيوة بيمثلوا. انا في نفسي امثل. مثلها بال. هلا بالبطولة؟ بطولة وعرضه. تضحك علي صح؟ انت دائما بتضحك علي، بتستهتر فيني، وانا بين اعتبرك احسن ابن خال، وانا اعتبرك اعز اصدقائي، اعز اصدقائي في الحياة الدنيا والآخرة، ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم. بطلها باله. عشان ازعل منك. اضحكي زعل. خلاص نعم ما تفهمش أنت أصلا. دحين اسمع، ولا يهمك يا سعيد الله خليك تمثل توقع سعيد يا سعيد. قول والله. هات مصحف حلف. فين تروح المصحف؟ حلف. فتح لي تطبيق القرآن حلف. ما لاقدك ما تشش توقع هبال، ما توقع شهبل. هي رحلك من هنا. حلف فرز الهوت. الله يحفظك. بلوتوث. الله يقضي حاجتك. خلاص مشي. ماسنجر. افهم كلام. افهم يا هبال. خلاص فهمت. يلا خلاص بكره ولا يهمك. لا نمثل من العين هذا قبل العين هذا. بكره إن شاء الله. فين الصندل حقي؟ يوه احنا الصندل هذا وين مخرج؟ تمثلوا. يا جوكر وين حاسبهم؟ كنت يفعلون البلط زيت.
تستاهل. فين الممثلين؟ الممثلين داخل. الله، هذه على كهرباء ولا على على جدتي مشي. أين الممثلين؟ يا سعيد والممثلات والمخرجين. سعيد ورب الكعبة لو ما تجي لا. الممثلات هي الممثلات تمشي، مش وقت الممثلات يمشي. وين الممثلين؟ الممثلات كلمة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم يا استاذ مروان؟ يا مرحبا. الممثل. كيف حالكم يا استاذ؟ اهلا وسهلا. احنا والله من اشد المعجبين والمتابعين بنبصرك يعني بالتلفزيون كل ساعه. ايوه انت بتمثل بالتلفزيون واحنا نبصرك وانت بتمثل وانت ما شاء الله عليك ممثل. بس كيف مثل يا استاذ؟ كيف مثل انت بتمثل؟ هذا هبال. سامحنا يا استاذ، يعني هو دائما يبصرك بالتلفزيون، اول مره يبصرك يعني وجه لوجه، ومرتبك ما ادري ايش يقول، ويعني من اشد المعجبين حتى انا والله. بس هو يعني كيف اقول لك مبدع بالتمثيل، دائما يمثل على ابوه انه مريض عاسب يعني يعطف من المدرسه، بس انتم بسروا له دور هانا ولا هانا وهو يعرف يمثل. دور شقة غرفة يا استاذ، اي حاجه انا مساعد. لا ما شاء الله عليك. خلاص دخلنا عند المخرج لهانك وكلموه يخليه يمثل. يا استاذ مش مخرج، انا اشتي ممثل مش اخرج. ايوه ادخل كلم المخرج قول له اشتي امثل ويخليك تمثل. انا مش تجي مخرج، انا اشتي ممثل، يعني انت ممثل انا اشتي ابقى ممثل، يعني مش المخرج. ايوه تشي تمثل. هو ادخل عند المخرج كلمه ويخليك تمثل. انت ممثل، انا اشتي ممثل مع ممثل. انا ممثل ما مش مخرج، انا ممثل وهو يخليك تمثل المخرج. هذا يخرج وانا امثل انا وانت. الممثل او المخرج هو اللي يخليك لا استاذ يا استاذ لو سمحت، بس ما لك اي شيء، احنا نشتي يعني ندفع لها ذكريات، احنا ما نتصور صوره سيلفي يا استاذ لو سمحت يعني. تمام على طول. طلع التلفون. التلفون في البيت، انا امس فتحت لك تطبيق القران ونسيته انا كيف تحمد الحين هو بالبيت. خلاص ايش نقول له الحين؟ انا اقول لك كيف يا استاذ لو سمحت ممكن تسلفنا سيلفي بتلفونك واحنا نديه لك بكره التلفون وانت يعني عادي يا استاذ. تشي تصوروا تلفوني ودي لكم تلفوني. ايوه. لا ما شاء الله، الحين انتم معجبين ولا منقدين؟ خاطركم. والله يا استاذ مشهد الممثل ويقول لك دخل عند المخرج وانت ما فهمت. خليه يمثل لنا. يمشي يعمل لنا حتى خبره خفيفه. يمشي. يلا شباب جهزوا الموقع، جهزوا اللوكيشن سريع. يا شباب حاولوا تستعجلوا سريع، يلا استعجلوا ضبطوا اللوكيشن كامل يلا. يا جوكر مالك بتسحبني تحت؟ ده اصبر مالك. من هو هذا؟ هذا المخرج. وليش جاي هنا ما يخرج؟ بس وقت الزبجة اهبل الحين، زبج حامض. شكله بيذاكر مع امتحانات. هذا ما يذاكرش يراجع النص يهبل. كيفكم يا أستاذ؟ الحمد لله. مش أنت هو. أجل أقول أول مرة تقول يا أستاذ. كيفكم يا أستاذ؟ بس كنت حابب أقدم لكم صاحبي سعيد، ممثل فريد أهبل أكيد، يتقمص الغباء ويقصد الحوار عصيد. حاكوا المنتج، عند الممثلين جهزوا اللوكيشن سريع. شكله مخرج بليد. هي المنتج. هي وين المنتج؟ يا عمار السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كيف انت يا بن خالي؟ أنت المنتج. أنا ابن المنتج. حياك الله. صح. اسمع يا صاحبي، هذا سعيد صاحبي تمام. هذا جوكر بن خالي. نشتيه يمثل، سرنا له عند الممثل قال لنا نسير له عند المخرج، والمخرج قال لنا نسير له عند المنتج، وأنت لا أنت شي نسيت. لا تصدقوا، اختيار الممثلين والشخصيات على المخرج. عاد انا بين اقول لك هذاك المخرج انا مرتحت له، صورته كذاب. كيف الخبر هذا؟ بس أحيانا المنتج يفرض على المخرج بعض الشخصيات. طيب وضع سعيد افرضه. ايوه فرضني فرض سنه اي حاجه، انا مستعد امثل اي ركعه. ليش؟ أو هو يقرب لي هذا؟ الله لا قال لا قرب له لا من بعيد ولا من قريب ولا مشي، انا اقرب لهذا جوكر ابن خالي. يقرب للمخرج. ايش دخل القرابه بالموضوع؟ طيب يقرب لطاقم الأعمال. احنا جينا نتقرب. ليش يعني الاختيار بالقرابه؟ وأحيانا بالوساطة، وأحيانا بأشياء أخرى، ونادرا بالأداء والإبداع. ايوه خاطركم. حاكي ان انا اقرب لك. خلاص ما انت ليش ما قلت له ان انا بين اقرب لك ابن خالك وهو بيدخلني بالعمل؟ يا هبل ليش انا المنتج؟ لا. طيب انا المخرج؟ لا. طيب انا جدتها. جدتي. بس خلاص يا سعيد بس. الحين كيف؟ مالك الا ما ارضيك يا سعيد، والله لا تمثل يعني لا تمثل.
وين عاد تصير؟ جوكر خلينا نصير هذا. جوكر انا كنت عجبت لحالي. يا مخرج. ايوه يا أستاذ باقي شخصية مهمة للعمل، من رشحتوا له عشان نستدعيه؟ سعيد، رشحنا لها سعيد. ما صوتك متغير؟ هذا لأجرب أداء جديد وكاركتر مختلف، أجسد شخصية. يا سلام عليك، أستاذ سواء في التمثيل ولا في الإخراج. ممثل ومخرج ومدير تصوير وإضاءة ومؤلف وأخرج العمل برضه. باقي لك منتج. وكمان منتج. كل شيء جاهز نبدأ. أمانة السطر الأول كان ضخم، خليك على ما أنت بس، وكل شيء جاهز. ايش من صوت؟ اللوكيشن حق المشهد هذا وين؟ المشهد داخلي قدو جاهز، والممثل سعيد قدو موجود هناك والكل. وين الموقع هذا اللوكيشن؟ نصورها هناك أول مع الممثلين قدو موجودين ونرجع نصورها هنا. اسرع. من سعيد؟ مالك تحيبل؟ مالك أنت؟ صور الآن. أنت فرح إنك تمثل معي أنا داري. يلا شباب نبدأ. يلا يا أستاذ جاهزين. 3 2 1 كمان سريع. يلا مالك؟ نتسابق. هو يقول لك 3 2 1 يعني نبدأ نمثل. ها. أنت حافظ الحوار حقك ولا ما أنتش حافظ؟ أنا سعيد. يلا نبدأ. يلا بسم الله. الله 3 يخليك. 2 1 اكشن. مش قلت لك هذا الزمن أصبح زمن التافهين؟ أيوة صح. متى قلت لي؟ طب من جاب لي الممثل المقفل هذا؟ من الحوار اللي المفروض تقوله الزمن هذا أصبح زمن المنافقين المطبلين التافهين. الله عليك يا مخرج صح. الزمن هذا زمن المطبلين المنافقين. خلاص اسكت انت تمثل وانا واقول 3 2 فن. انا حافظ كل الارقام والحروف. ولا اسال جوكر. يا ساد من اديته هذا؟ انت مش قلت لي اللي عجي يمثل معي فنان معروف زميل معروف؟ يا ساد خلاص اصبح التمثيل هكذا المنهب ودب. تدونا من الشوارع من معه شويه فكره ولا من معه شويه معجبين قدوش يمثل. ما يصلحش يا استاذ هذا الكلام. العفو منك. هذا مساعد المخرج، هذا يقصد الحوارات، يقصد الشخصيات، يوزع لي. انا قدر علي افعل بجلطانه. انا كيف افعل انا؟ يا سيد ما يمنعش انه اي واحد عنده موهبه يشتي يمثل تمام دخله يشتغل كومبارس اهله دور بعد دور بشخصيه بعد شخصيه لما يوصل، لكن مش هكذا سوق. والله ما انا داري من اختاره يا استاذ. العفو منك حقك علي. الان اقوم ابرعهم. يلا برع. خلاص تمام يا جوكر. يلا برع. يلا المخرج خليه يفترع. برع ترى منطش. ايوه الله يا سلام. برع. وحقك يا ممثل حقك. يلا هذه اخرتها. أيوة اللي قلت لك، اديني واحد ماء زيد جنبها، وهذه كشكولاتة يا أخي، ادري اسمها الله يحفظك. أيوة ايش تشتي يا سعيد؟ ها؟ ايش تشتي؟ جوكر أنا اشتري اليوم أشكرك. ادي له واحد أشكرك يا من الله يحفظك. أفعل ايش تشكرني؟ ايش تشكرني؟ الآن نسي نطلب لك. ما تسي. من دخلت يا جوكر؟ اسمع خرج. أيوة أنا أشكرك اليوم لأن أنت اليوم حققت لي ولو لحظة من حلمي، وابصرتهم كيف يمثلوا وكيف التمثيل، وأنا كنت أقول إن العمل هذا سهل وهبل. اكتشفت انك الهبل صح؟ لا الصدق أنا اكتشفت إنه يعني كل عمل ومهنة له ناسه وأصحابه وإنه له مصاعبه ومتاعبه، وأنا كنت أقول إنه أي كلام، بس اكتشفت يعني إنه الحلم والموهبة مش كفاية يعني إنه واحد يحقق حلمه، يعني ضروري واحد يدرس يسقط موهبته ويتعلم ويدرس، وانا اقررك يا جوكر يعني لما اصغر ادرس تمثيل واخراج ومونتاج وكاميرا. تصغر ايه؟ صلي على النبي. تكبر مش تصغر. انا عندنا كبر. ها انا صغر من صغر. ها صح. انا لما اكبر ادرس خلاص. لما اكبر ادرس هذا كلهن. تدرسن كلهن كيف؟ ما ينفعش. شوف يا ابن خالي، انت لما تكبر ضروري تحدد لك مجال واحد وتتخصص فيه عشان تكون مبدع وتتقنه صح عشان تنجح فيه. اما تدرس جميع المجالات ما تنفعش. ما رايك اتخصص هباله؟
والله انك تجي المركز الاول يا ولي على مستوى الجمهوريه بعد. باقي هذه بك قال لا مو معي. خلاص انا اختار حاجه، انا بصير اي شيء اللي احب الصدق ولا عندي رغبات صدق له كثير واتخصص به واكون متميز به. جوكر انا حكيتك ايش في نفسي وايش نفسي اطلع، وانت ما حكيتنيش ايش في نفسك، ايش حلمك؟ حلمي الشكل، انا جائع. صاحب المطعم قارح له. نسي المريالة حقه داخل، خليني ادخل اشوف شخصيته. اهرب قبل ما يطبخ لي.